السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بفيديو من عند الحمام. النهاردة الفيديو يا جماعة مهم جدا جدا ومفيد لكل مربين الحمام ولكل مربين الطيور. فيديو مهم جدا جدا فوق ما تتخيلوا. طبعا كتير مننا بيعاني من ان الحمام بيجيله نهجان وبيكش ومش بيبقى عايز ياكل، او ممكن يكون مقبل على الاكل بس عنده نهجان وديله ساقط او تعبان. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان انا بنضف كل 3 ايام او كل اسبوع. محدش يقول بقى ايه ده المكان ومش المكان، دي طيور ماشي، دي طيور وانا بنضف لها كل 3 ايام او كل اسبوع. لما بلاقي المكان طري شويه بنضف مرتين، ولما بيكون ناشف بعمل كل اسبوع. تمام. الاوضه دي ما بقالهاش يعني يومين متنضفه. تمام. حتى الفيديو السابق هتلاحظوا ان انا كان الاوضه فيها نظيفه جدا، بس طبعا مسافه ما بيعدي يوم واحد بس بتشوفوا المكان كده. طبعا انا مش هكنس للحمام كل يوم ولا حد بيكنس للطيور كل يوم، ودي طيور يعني مش هنقدر نتحكم فيها. تمام. ندخل في موضوعنا اللي هو النهارده نهجان الحمام او كشاشانه او عدم اكله. الموضوع ده بيحصل للطيور الكبيرة والطيور الصغيرة، الحمام الكبير والحمام الصغير الزغاليل. بتلاقي الزغلول ديله ساقط وبينهج، او الحمامة دي نتيجة سموم فطرية. السموم الفطرية دي بتيجي من كلفة الحمام مش نظيفة، او فيها اعلاف، او مسوسة، او بقالها فترة عند اصحابها معطنة او عاملة ريحة، فدي بتعمل لهم سموم فطرية. السموم الفطرية بتيجي فين؟ بتيجي على الكبد. تمام. السموم الفطرية بتيجي للحمامة على الكبد، فبتخلي الحمامة مش عايزة تاكل كويس، عندها نهجان وعندها تعب وممكن تموت لا قدر الله. ممكن تموت منكم لا قدر الله. في ناس بتلاقي الحمام بيموت موت مفاجئ دوت، ساعات يعني كتيرة بيكون بسبب الموضوع ده. فانا النهاردة جايلكم بحاجة رخيصة جدا جدا هتلاقوها عند كل العطارين، حاجة سعرها زهيد جدا، هتقدموها للحمام ان شاء الله. هتحطوها في المية. هي ليها طريقتين. اول طريقة، اول مفروض يعني هي الطريقة الصح، بس انا كنت مستعجلة وحطيتها في المية، هتشوفوا دلوقتي ازاي. الطريقة المثلى ليها ان انتوا تنقعوها في مية سخنة وتدوبوها كويس. شايفين بسم الله ما شاء الله الزغاليل، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. الناس اللي بتسألني على احجام الزغاليل، او الزغاليل اللي عندها بتموت، او الزغالة عندها بتكش ومش بتاكل كويس، بسم الله ما شاء الله مقبلة على الاكل ومستنيه الاكل زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت لهم الاكل وهم مستنيين الميه. هبتدي بقى ان انا اجيب ان شاء الله هي مش عشبه، هي حاجه كده هتشوفوها دلوقتي. هي شكلها ممكن حد يكون اول مره يشوفها، لكن هي موجوده عند كل العطارين. هتجيبوها وتحطوها في الميه. تمام. في ميه سخنه وهتدوبوها كويس، وبعد ما تدوب هتصبوها في المسقه بتاعت الحمام. تمام. كل مسقه هنحط فيها فص واحد بس، فص واحد من المكون اللي انا هحطه النهارده، وهتدوبوه كويس ماشي، وهتحطوه لمده 3 ايام. ده بقى مقاوم للسموم الفطريه، بينظف الكبد، بينظف الكلى من السموم. طبعا علشان الحمامه تكون نشيطه كده وصحتها حلوه، ما تكونش كشه ولا بتنهج ولا تعبانه. وعلامه ان هي عندها سموم فطريه على الكبد ان انت لما تمسك الحمامه تضغط كده على الحصاله بتاعتها، هتلاقيها بتعمل صوت زي كده يعني. عفوا انا بعرفكم، يعني بتعمل صوت زي الزماره شويه. تمام. فهتلاقيها بتعمل صوت من عند الحصاله بتاعتها، لو ضغطتوا عليها تعرفوا ان هي عندها سموم فطريه على الكبد. تمام. طبعا موضوع السموم الفطريه ده يطول شرحه، وليه حاجات كتيره قوي ان شاء الله انا هقدمها ان شاء الله الفتره الجايه، حاجات قويه جدا وحاجات مش هتلاقوها عند حد ان شاء الله. بس خليكم معايا وان شاء الله نقدم لكم فيديوهات متنوعه وفيديوهات مهمه جدا جدا لكل حد بيربي الحمام وكل حد بيربي الطيور. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك يا جماعه. اي حد يشوف اي حاجه تعجبه يقول عليها اللهم بارك. حتى دول انا كنت لسه مغيره لهم الطاجن،
بس طيور، هنعمل ايه بقى؟ المهم هنحط من المكون اللي معانا النهارده ان شاء الله، اسمه الصمغ العربي، هوريهولكوا دلوقتي. هنحط منه فص في كل طاجن. هو عامل زي اللبان الدكر، بس هو مش لبان دكر. هو اللبان الدكر مهم طبعا للحمام، بس اللي معانا النهارده مش لبان دكر. انا ممكن ادوبه في ميه سخنه واحطه، بس انا كنت مستعجله. اهو المكون اللي معانا اهو، ده اسمه الصمغ العربي. ده رخيص جدا جدا، هاتوا منه ب5 جنيه شويه، كيس مليان كده، وهتحط منه في كل مسقه فص واحد بس لمده 3 ايام. ده مقاوم للسموم الفطريه، بيغسل كبد الحمامه، بيغسل الكليه بتاع الحمامه. عافانا الله واياكم، في ناس بيبقى عندهم، ربنا يعافينا جميعا، عندهم فشل كلوي او الكلى بتاعتهم واقفه بسبب ان الكرياتينين عالي جدا في الدم. فطبعا لما تحطوا الصمغ العربي دوت بينزل الكرياتينين وبيعالج، اللهم صل على النبي، بيعالج السموم الفطريه، وبيعالج السموم اللي موجوده على الكبد والسموم اللي موجوده على الكلى. كذلك بيشيل الدهون بتاعت الكبد، بيشيل الدهون بتاعت الكبد يا جماعه، وبيعالج الحمام وبيعالج الطيور. انا همسك كل مسقه كده احط فيها فص، هو هيدوب من الحر، بس يستحسن انتوا دوبوه عندكم، هو عقبال ما تيجي الميه دي تخلص يكون داب خالص يعني. تمام، عشان تمام الفائده والحمام يستنفع بيه. حطوه في ميه سخنه ودوبوه. يعني مثلا انتوا عندكم مثلا 3 لتر ميه، 4 لتر ميه، حطوا مثلا 3 فصوص على القد، على كل لتر فص واحد بس. اهو انا حاطه فص اهوت، وهندوبه كويس ماشي، ونسيبه للحمام يشربه. انا بس عشان الفيديو والتصوير كنت مستعجله، لكن انتوا دوبوه في شويه ميه وحطوه، مش هيحصل اي حاجه، بل بالعكس هتلاقوا الحمام نشيط جدا ومقبل على الاكل. والحمام اللي عنده سموم فطريه او دهون على الكبد، بسم الله ما شاء الله. طبعا انتوا عارفين ان الكبد ده يعني المغسله بتاعت السموم بتاع الجسم كله، سواء للبشر او للطيور. فاحنا لازم نحافظ على الكبد بتاعنا، ولازم نحافظ برضو على كبد الطيور. الصمغ العربي ده مهم برضو جدا للبشر، عشان تبقوا عارفين. هو اصلا استخدام بشري يعني، بس انا بستخدمه للطيور عادي جدا، مش هيحصل اي حاجه. هتقولي ده هيلزق في بق الحمامه ومش عارفه ايه، ولا لا، بق الحمامه مش هيحصل اي حاجه، وهتشوفوا الحمام زي الفل بعدها ان شاء الله. هسوي لكم الفيديوهات القادمه وهتشوفوا الحمام عندنا زي الفل، ولا في اي حاجه، بل بالعكس هتبقى نشيطه وهتقبل على الاكل هي وزغاليلها. وبسم الله ما شاء الله تشوفوا خير وتشوفوا انتاج عندكم. كل ما اهتميتوا بصحه الحمام كل ما هتلاقوا خير وهتلاقوا انتاج. مش الخير والانتاج مش اكل وشرب وبس، لا، ده الاهتمام بالنظافه مرتين او مره في الاسبوع. الاهتمام بالميه النظيفه، لازم الميه تكون نظيفه كده، شايفين فيها وشكوا زي ما انتم شايفين. ما تقوليش ده الاوضه مثلا ده عندك مثلا مش عارفه ايه، لا، ده انا بقى بنضفها كل 3 ايام او كل اسبوع. لو ما الاقي الاوضه طريه بنضفها، ولما تكون ناشفه هي كل اسبوع. حلوه قوي كده عليها، تمام، حلوه قوي، لان البكتيريا النافعه اللي موجوده في المكان دي والفيروسات اللي هم بيتعرضوا ليها نتيجه الزرق اللي موجود في المكان او الفضلات، بتكون مناعه مضاده عندهم. تمام، بتكون مناعه عندهم. فانتوا ما تقولوش ده المكان ومش المكان والكلام ده، فاهمين؟ هما مرتين او مره في الاسبوع زي ما بقول لكم كده. لو لقيتوا المكان طري تسيبوه، تنضفوه. لو لقيته ناشف هي مره واحده بس في الاسبوع. والمسائل بتاعت الميه بتتغسل كل يوم يوميا، والميه بتتغير كل يوم. والمسقه بتتغسل كل 3 ايام. المسقه بتتغسل مع النظافه الدوريه بتاع الاوضه كل 3 ايام بصابون وكلور او صابون وخل المتاح عندكم. تمام. ويا ريت يا جماعه النهارده الفيديو يكون استفدتم منه ان شاء الله، ونسألكم الدعاء، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.